السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي أنا أم ندى على قناتي الجديدة مطبخ أم ندى سارة. بما أنه رمضان راه على الأبواب قلت نشارك معكم اليوم وصفة ميني كيش ترافقوا بهم الشوربة، يجوا بزاف بنان ماشي ناشفين من الداخل، كذلك ما يقهموش ونديروهم بمقادير مضبوطة باش تنجحوا فيهم من أول تجربة. لكن قبل ما نروحوا لطريقة التحضير ما تنسوش البنات ديروا لي جيم، تبارطاجيو لا فيديو وتشتركوا في القناة. نروحوا الآن لطريقة التحضير. نبداو بسم الله في الأول بلابات. عندي 250 غرام فرينة مع 125 غرام مارغرين طرية بدرجة حرارة المطبخ، وندخلوها في الفرينة مليح حتى تتبسس. الكمية تاع المارغرين دايما تكون نصف الكمية تاع الفرينة. مثلا إذا درتو 500 غرام فرينة ديروا 250 غرام مارغرين، وهذه هي القاعدة الصحيحة اللي لازم تتقيدوا بها. ندخلوا كامل هذيك المارغرين وما نخلوهاش هكذا قطع بهذا الشكل. ونزيد الملح، ما تكثروش بزاف، ديروا شويه فقط. ونلم بحبه بيض كبيره تكون بارده، نلمو باطراف الاصابع فقط بلا ما نعجنو. هنا الحبه تاع البيض الا ما كانتش كبيره وما تلمت لكمش العجينه تقدروا تضيفوا شويه ما بارد، يعني حوالي ملعقتين كبار، حتى نتحصل على عجينه تكون طريه، ماشي طريه تتلاصق وماشي ناشفه تتفتت، باسكو اذا كانت طريه بزاف وتتلاصق من بعد تهبط لكم في المول. لازم تكون هكذا بهذا القوام كيما راكم تشاهدوا. نخلوها تريح حوالي ربع ساعه ونعاودوا نتلاقاو. وهنا البنات بعد اللي ارتاحت العجينه عندي هادو لي مول تاع لي ميني تارتولات نخدموا بهم. ندو كريه تاع العجين ونشكلوها بهذه الطريقه، نضغطوا في الوسط، من بعد نبداو نطلعوا مع الاطراف، ولازم نلصقوا العجينه مليح مع المول وما نخلوش الهواء بيناتهم. بهذه الطريقه نحيو العجينه الزايده، وكذلك ما ديروهاش رقيقه بزاف وماشي خشينه كامل، يعني في الوسط هكذا باش كي تكونوا تاكلوا فيهم تحسوا بلا بات وتحسوا بلا فارس. نتحصل على هذا الشكل ونكمل نفاصوني كامل الحبات، من بعد نعاودوا نتلاقاو ونروحوا نشوفوا طريقه الطهي. كما راكم تشاهدوا البنات هذيك العجينه دارت لي هذه الكميه، يعني درت حبات كبار وهذا الصغار كامل درتهم بهذو ليمول. نثقبوهم قبل ما ندخلوهم يطيبوا. انا في هذا الوقت راني دايره الفوغ تاعي يسخن على درجه 180، نسخنوه حوالي 15 دقيقه. في الاول نطيبوهم من التحت فقط، من بعد نخرجوهم ما نطيبوهمش كامل حتى نعمروهم بلا فارس ونكملوا لهم طياب. و او ميم طون نروحوا نحضروا لا فارس. هنا في مقله نديروا 3 ملاعق كبار تاع زيت، نديرها تسخن، ونزيد نص حبه بصل كبيره مقطعه قطع صغار، لازم تقطعوها ما تربوهاش. واذا كانت حبه بصل صغيره يعني ديروا حبه كامله. نقلوهم مليح حتى يذبل، من بعد نزيد صدر دجاج كذلك قطعته مربعات صغار، يتقلى شويه، وندير الملح، نزيد فلفل اسود والكركم. ما كثرتش بزاف لي زيبيس باش ما يغطوناش على البنه تاع الدجاج. نقلوه مليح ونقصوا له النار ونخلوه يطيب بلا ما نزيدوا له الماء، نخلوه يطيب في هذاك الماء اللي يخرج من البصل والماء تاعو، خلوه يطيب على نار هادئه. كي تشوفوه طاب كيما راكم تشاهدوا هنا البنات وتشوفوه بدا ينشف من الماء، نزيدوا له حفنه تاع الزيتون خضر. الزيتون غسلوه عده مرات قبل ما تخدموا به باش نحولوا هذيك الملوحه اللي فيه، ونخلوهم حوالي 5 دقائق يطيبوا مع بعض ونطفوا عليه حتى ينشف تماما من الماء. وهنا البنات لي فون دو كيش تاعي راهم طابوا من تحت،
كيما راكم تشاهدوا يعني حافظوا على لا فورم تاعهم ما خسروش كامل. كذلك لا فاس تاعي راهي طابت وبردت. وعندي هنايا لاباغي راكيش يعني الخليط اللي راح نديروه. عندي 3 حبات بيض مع نص كاس تاع كريمه سائله، نجيب مغرفه، واذا ما كانش عندكم تقدروا ديروا الحليب. هنا الكريمه الخاصه بالطبخ. نزيد شويه ملح، قرصه برك، ورشه فلفل اسود. نخلطوهم مع بعض، ونزيد كميه مليحه تاع الجبن المبشور. واذا كان عندكم المعدنوس قطعوا قطع صغار وضيفوه للخليط، راح يزيد لكم في البنه تاعو. انا ما كانش عندي ما درتوش. خلطوهم مليح، نعمروا لي فون دو كيش. بالنسبه للحشو تقدروا تضيفوا له اي اضافات على حسب الذوق تاعكم. مثلا اذا كنتوا تبغوا شامبينيون قلوه في مقله بشويه زبده حتى يذبل كامل وضيفوه للخليط يعني. ولا تقدروا ديروا كذلك طرشي كذلك تقلوها وتضيفوها على حسب الذوق تاعكم. انا درت له غير الزيتون برك. بعد اللي عمرتهم كامل ندير في كل وحده ملعقه تاع الخليط. كيما راكم تشوفوا البنات انا هنا الخليط زايد لي، اذا ما ديروش 3 حبات بيض، ديروا 2 حبات فقط يكفيكم هكذا باش ما يزايد لكمش. ومن الفوق نزيدوا شويه تاع الفرomاج غابي هكذا باش يعطينا هذيك التحميره الشابه. وندخلهم يطيبوا من الفوق فقط باسكو خلاص من التحت طيبناهم. نخلوهم يطيبوا حتى يتحمروا مليح، ما يدولكمش بزاف الوقت باسكو كلش طايب عبر ما ينشف البيض ويدو هذه التحميره. كيما راكم تشوفوا انا داوينه خرجتهم راهم مسخونين، الريحه تاعهم راهي تشهي ما شاء الله يعني. الدار كامله راهي غير بريحه ليكيش جو ولا اروع. نخليهم حتى يبردوا مليح، نديمو ليهم ونديكوريهم بحبيبات زيتون. وصلنا الان لنهايه وصفتنا لنهار اليوم. كيما راكم تشاهدوا يعني انا درت لهم تزيين بسيط. وتقدروا كذلك ديروا حبه زيتون مع وريقه معدنوس كذلك شكلهم يجي شباب. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم وان شاء الله انتم كذلك تجربوها وتنجحوا فيها. ننصحكم البنات انا نقول لكم جربوهم باسكو ذوقهم ولا اروع. نلتقي باذن الله في وصفه اخرى والسلام عليكم.